السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح درس جديد اسمه شخصيات من مصر الفرعونية. هنعرف في الدرس دوت في ناس وحشين جدا جم غزوا مصر واحتلوها وكانوا بيحاربوا المصريين، وفي شخص شجاع قدر ان هو يطردهم برا مصر. هنعرف النهاردة مين هو الشخص ده وطردهم بإيه. الدرس اسمه شخصيات من مصر الفرعونية. يعني ايه مصر الفرعونية؟ يعني زمان جدا جدا، ايام الفراعنة، ايام اجدادنا المصريين. طيب، بيقولك ايه الهكسوس؟ مين هم الهكسوس دولت؟ قال لي الهكسوس قبائل غزت مصر في عصر الدولة القديمة. يعني ايه الكلام الكبير ديت؟ يعني ايه قبائل غزت مصر في عصر الدولة القديمة؟ قال لي معنى كلمة قبائل يعني مجموعة من الناس. مجموعة من الناس جم مصر هنا، غزت مصر يعني جم حاربوا المصريين. خلاص، في عصر الدولة القديمة يعني زمان جدا جدا جدا. يبقى عرفنا ان الهكسوس دولت عبارة عن مجموعة من الناس، شوية ناس جم قعدوا في مصر وكانوا عايزين ياخدوا خيرات المصريين وياخدوا محاصيلنا ويقتلوا المصريين، وبدأوا ان هم يعاملوا المصريين معاملة وحشة جدا جدا. بدأوا ان هم يهدموا المعابد المصريين بتاعة المصريين، بدأوا ان هم يقتلوا الناس وبقى معاملتهم وحشة جدا للمصريين. يبقى الهكسوس مين هم؟ هي قبائل غزت مصر في عصر الدولة الايه القديمة. طيب، هل المصريين هيسكتوا على الكلام دوت؟ طبعا لا. راح جه ملك شجاع اسمه الملك أحمس، هنلاقيه قدر ان هو يطرد الهكسوس من مصر. بدأ ان هو الملك أحمس ده بدأ ان هو يشجع المصريين ويقول لهم ان احنا لازم نحارب الهكسوس دولت ونطردهم بره مصر، علشان هم بيأذونا وبياخدوا خيرات بلدنا وبيقتلونا، فاحنا لازم ان احنا نطردهم بره مصر. قعدوا يفكروا، طب هنطردهم ازاي بره مصر؟ قال لا، بصوا احنا هنخش معاهم في حرب وهنستخدم حاجة اسمها العجلة الحربية. هنستخدم حاجة اسمها ايه؟ العجلة الحربية. بص، ديت شكل العجلة الحربية. بتبقى عربية كده مكونة، بصوا، من عجلتين. الملك بيقعد هنا او المحارب المصري بيقعد هنا، وبيبقى الحصان موجود هنا زي، بصوا الصورة ديت. خلاص، وبيبتدي ان هو بيطلق او بيحدف السهام على الاعداء، على الهكسوس. فقدر ان هو ينتصر على الهكسوس بالطريقة دي، ان هو استخدم سلاح جديد في الجيش المصري، استخدم العجلات الحربية. يبقى هنلاقي ان الملك أحمس طرد الهكسوس من مصر، طرد الهكسوس من مصر وانتصر عليهم. طب انتصر عليهم بإيه؟ ان هو استخدم العجلات الحربية. طيب، ده شيء جميل جدا. طب هل في حد شجعه على كده؟ قال لي ايوه، واحدة اسمها إياح حتب. مين إياح حتب ديت؟ قال لي دي والدة الملك أحمس، مامته. هنلاقيها انها شجعته خلاص ان هو يطرد الهكسوس من مصر. يبقى إياح حتب اللي هي والدة الملك أحمس اللي هي مامته شجعت الملك أحمس ان هو يطرد الهكسوس من مصر. يبقى هنلاقي ان إياح حتب ديت كانت شخصية شجاعة جدا، وكان ليها مكانة كبيرة جدا ودور كبير جدا في مصر في عهد الملك أحمس. كده يكون درسنا خلص النهاردة. الدرس سهل جدا، تعالوا نحل مع بعض شوية أسئلة. الأسئلة دي واجب وعايزة هنحلها مع بعض عشان نشوف فهمتوا الدرس ولا لأ. بيقول لي السؤال ايه؟ ضع علامة صح أو غلط أمام العبارة الصحيحة. بيقول لي واحد، الملكة حتشبسوت هي التي شجعت الملك أحمس على طرد الهكسوس من مصر. ايه ده؟ الملكة حتشبسوت هي كانت اسمها حتشبسوت؟ قال لي لأ. تعالوا كده نفتكر مع بعض اسمها ايه. إياح حتب اللي هي مين؟ والدة الملك أحمس، مامته هي اللي شجعته على طرد الهكسوس من مصر. يبقى اما يجي يقول لي الملكة حتشبسوت هي التي شجعت الملك أحمس على طرد الهكسوس من مصر، الإجابة هتبقى ايه؟ صح ولا غلط؟ الإجابة هتبقى غلط. طيب، السؤال التاني بيقول لي الهكسوس هي قبائل بدوية غزت مصر. السؤال صح ولا غلط؟ يعني ايه قبائل بدوية؟ يعني قبائل معناها مجموعة من الناس جم واحتلوا مصر. الإجابة صح ولا غلط؟ الإجابة صح. طب بيقول لي السؤال الثالث، استخدم الملك أحمس العجلات الحربية لطرد الهكسوس من مصر. احنا قلنا استخدم ايه؟ العجلات الحربية وقدر ان هو يطردهم من مصر، يبقى الإجابة صح ولا غلط؟ الإجابة ايه؟ صح.
بكده نكون